بدون زبادي وبدون لبن وبنص كوباية مية هتعملي أحلى صينية بسبوسة ممكن تجربيها. بعد الفيديو ده قولي وداعا لفشل البسبوسة، انسي بعد كده البسبوسة تفشل منك. بعد الفيديو ده هتعملي أحلى وأنجح وأطرى بسبوسة، وهتطلع معاكي مرملة وأحلى كمان من اللي انتي بتشتريها من المحلات. هتطلع معاكي ناجحة جدا، طرية جدا، مرملة ومتماسكة في نفس الوقت، وبتدوب دوبان كده في البق حرفيا. اتبعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا ازاي عملناها بدون لبن وبدون زبادي وبنص كوباية مية. بالمية هناكل احلى بسبوسة ممكن تجربوها. بعد الفيديو ده انسي انك انت تشتريها من بره خالص وهتحضريها في ثواني. علشان تعرفوا كل التفاصيل اتفرجوا على الفيديو للآخر، ولو كنتي مش مشتركة في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس. ويلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. علشان نحضر كده البسبوسة بتاعتنا محتاجة اول حاجة الصينية اللي انا عاملاها النهاردة المقاس صغير مقاس 24. محتاجة كده تلت كوباية من السكر، تلت كوباية من السكر اللي هو اقل من النص واكتر من الربع. تلت كوبايه من السكر. بحط كده طاسه على النار، ببدا ان انا احط فيها السكر كده، ومش باجي جنبه خالص غير لما يفك معايا ويبدا ان هو يسيح. اول ما يبدا ان هو يسيح كده معايا ببدا ان انا احط المعلقه واقلبهم كويس قوي بحيث ان السكر كله يدوب معايا. بعد ما يدوب معايا ويوصل للمرحله دي واللون دوت، انا مش عايزاه اللون ذهبي غامق، انا عايزاه لون ذهبي فاتح زي ما انتم شايفين كده، مش عايزاه يتحرق مني، لان لو اتحرق مني واللون غمق هتطلع البسبوسه معانا ممرره. بعد ما يوصل للون دوت ببدا اجيب تلت كوبايه من السمنه وبحطها عليه، وببدا ان انا اقلبها كويس جدا بالراحه. بعد كده بجيب نص كوبايه من الميه، وببدا ان انا ازود الميه او انزل الميه بالميه شويه بشويه. اخد بالي في المرحله دي لان طبعا السكر بيبقى درجه حرارته عاليه، واول ما بتيجي عليه الميه بيفور معانا، فابدا ان انا انزل بيه شويه بشويه كده، واكون بعيده وحريصه جدا علشان ما تحرقش. ببدا كده ان انا انزل بالميه لحد ما اخلصهم كل الكميه بتاعه النص كوبايه كلها، واسيب الخليط بتاعي ان هو يدوب تاني. هيرجع ان هو يتكتل معاكي عشان الميه ساقعه وحطيتيها على الخليط سخن، فيبدا ان هو يمسك. هتهدي النار وتسيبيه ان هو يفك تاني. وبعد كده بحط عليه معلقه كبيره من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز بدوب كل المكونات دي كده مع بعضها ولحد لما تدوب، وبطفي عليها وبسيبها تبرد شويه. في الأثناء ديت بجيب ربع كيلو من السميد البسبوسة بدون أي إضافات من عند العطار، اللي هو 250 جرام من سميد البسبوسة. بحط عليه معلقة كبيرة من جوز الهند الناعمة، وبحط كمان أقل من ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، حاجة صغيرة جدا على طرف المعلقة، أقل من ربع معلقة. تمام. وبقلب كل المكونات دي مع بعضها. في الاثناء دي انا سبت الخليط بتاعي دوت يبرد شويه. انا عايزاه دافي مش عايزاه سخن، ضروري جدا الخليط يتحط دافي مش سخن عشان ما يبوظلناش الوصفه. فانا سبته كده لحد لما بقى دافي كده زي دمعه العين، وبدات ان انا احطه على خليط البسبوسه بالبيكنج باودر بالجوز الهند، وتقلبتين كده بالشكل ده بحيث ان انا اتاكد ان المكونات كلها اتقلبت مع بعضها. ببدا ان انا اوقف تقليب، وضروري جدا ما تقلبيش كتير عشان البسبوسه ما تطلعش معانا ناشفه. بحطها كده في صينيه مقاس 24 زي ما قلت لكم، بطناها بالسمنه، معلقه سمنه بلدي كده، وتقدري ان انت تدهنيها بطحينه. وبوزع كده خليط البسبوسه بالشكل ده، وبديها خبطتين وبدخلها الفرن. الفرن يكون سخن من قبليه على درجه حراره 200. بتاخد حوالي من 25 ل 30 دقيقة، مش اكتر من كده، الصينية صغيرة فمش هتاخد معايا وقت كتير. بدخلها الفرن، وفي الاثناء ديت بحضر الشربات. وهي في الفرن بحضر الشربات، بجيب كوبايه وربع من السكر، بحط عليهم كوبايه ونص من الميه، وبحط كمان عليها نص عصير ليمونه. كل الخليط دوت برفعه على النار بعد الغليان بحسب 7 دقايق بالظبط، وابدا ان انا اطفي عليه. في الاثناء ديت بعد ما بطفي عليه بحط، بس قبل ما احطه على البسبوسه بحط عليه معلقه كبيره من السمنه البلدي، علشان كده تدينا نكهه وطعم السمنه البلدي. البسبوسه طلعت معايا وخدت اللون الذهبي القمر اللي انتوا شايفينه دوت. ببدا ان انا انزل عليها بخليط الشربات. وعشان تتاكدي ان البسبوسه ناجحه منك، اول ما تحطي الشربات كده على طول اعرفي وتشربته، اعرفي كده ان انت هتاكلي احلى واطرى واطعم ومرمله جدا البسبوسه. تعرفي ازاي ان البسبوسه ناجحه معاكي؟ اول ما تحطي الشربات كده تلاقيها بتشرب الشربات بكل سهوله وبسرعه جدا. كده اعرفي ان انت هتاكلي احلى واجمل بسبوسه عملتيها في حياتك. بحط كده كل كمية الشربات وبسيبها بقى تتشرب براحتها خالص. وطبعا لو سبتيها بقى تبرد كده او لتاني يوم يا سلام، بتبقى تحفة وخطيرة جدا. انا كده سبتها كده اتشربت معايا شوية وهديت معايا. شايفين ما شاء الله طرية ازاي؟ شايفين اصلا صوابعي بتعلم فيها وانا بوريها لكم طرية عاملة ازاي؟
ما شاء الله عليها، بسبوسه في منتهى الجمال، وعاملينها بالميه بدون لبن وبدون زبادي، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال. شايفين السكينه من كتر النعومه والترميله بتاعتها ماشيه ازاي، السكينه فيها مش ناشفه خالص. زي ما قلت لكم حرفيا بعد الفيديو ده هتكوني استاذه في عمل البسبوسه. هطلع لكم برضو حته، يعني شايفين انا برضو اقطع لكم كده من الصينيه، شايفين المعلقه بتطلع كده يعني ماشيه زي السكينه في الحلاوه. تحفه جدا، طريه جدا، ناعمه جدا، مرمله. واظن طبعا شايفين اللون المكرمل اللذيذ، احلى بسبوسه مكرمله زي بتاعه المحلات ممكن تجربوها. خطيره جدا ولذيذه جدا وسهله وسريعه، وما خدتش مننا وقت، وبربع كيلو سميد ونص كوبايه ميه عملت لنا الصينيه القمر اللي انتوا شايفينها دي. جربوا بقى الوصفة دي علشان هي ناجحة 100%. وشايفين عايزة اقول لكم الترميلة خطيرة يا جماعة، خطيرة. وبصوا من جوه عاملة ازاي، يعني بصوا انا هطلع لكم قطعة، شايفين من جوه عاملة ازاي، مش مستحملة. هي طبعا كانت لسه برضو دافية، فانت لو سبتيها هتقدري ان انت تطلعي القطعة متماسكة. شايفين من جوه كده عاملة ازاي، متماسكة ازاي وحلوة ازاي ومرملة في نفس الوقت، خطيرة بجد. وهقطع لكم برضو حتة كده معاها عشان تتأكدوا قد ايه هي طرية من جوه، خطيرة جدا. وطبعا اللون اللي احنا خدناه دوت معتمد على اللون بتاعت كرملة السكر. ضروري جدا ان انت اللي هو اللون يكون الذهبي الفاتح مش الذهبي الغامق بالشكل دوت، وتطلع معاكي احلى بسبوسة. يا رب ان شاء الله الوصفة تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.